بعد الرفض لفترة طويلة جه الاستعداد لتحرك مصر مرة تانية في مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل من تاني، وده بعد تفكير طويل وفترة طويلة من التوقف. مصر قالت يلا بينا ننفذ الفكرة ونربط النهرين ببعض، وده بعد ما رفضته من سنين لأسباب كانت مقنعة وقتها. ولكن يجي دورنا هنا عشان نوضح الصورة الكاملة ونسأل ونقول ليه مصر ساعتها رفضت المشروع، وإيه هي الأسباب وقتها، واشمعنى رجعت تاني وافقت عليه دلوقتي، وإيه أهميته على الصعيد الاقتصادي لمصر، وهل هيحقق اللي احنا منتظرينه بالفعل؟ أسئلة كتيرة وإن شاء الله تكون إجابتها عندنا. عايزك تعرف إننا مش بس بنعكس الكواليس لكن بنتعمق في الحدث ونقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنسأل ونقول ليه مصر رفضت مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو؟ مصر من كام سنة أعلنت رسميا رفضها لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، وده كان بسبب إن هي كانت بتواجه صعوبات فنية ومالية في الوقت ده، غير تكاليف المشروع واللي كان العالم في الوقت ده بيعاني من حروب وعدم استقرار. ساعتها شركة ساركو البحرية قدمت لمصر خطة لنقل المية من هنا لهنا، لكن وزارة الموارد المائية رفضت وقالت إن في الوقت الحالي من المهم إن هم يركزوا على المياه الإقليمية ومفاوضات سد النهضة، ورفضت بشكل تام وقالت إن نقل المية خارج حوض نهر النيل ليه عواقب سيئة على مصر، واعتبرت في الوقت ده إن مشروع ربط النهرين ببعض من المشاريع الخيالية مفتقدة الدراسة. هل نقدر نقول على مشروع نهر الكونغو العصا السحرية لمصر بعد ما رجع تاني على السطح؟ الشعب المصري في الفترة الحالية بيحلم إنه يتخلص من أزمة المية وإنه ينهي المشاكل اللي بتتعلق بسد النهضة. كمان حجم المية في نهر الكونغو مش مستغل نهائي، لأنه في النهاية بيصب في المحيط الأطلنطي من غير أي استفادة حقيقية منه. كمان في ال11 دولة على النهر ده، لكن الكونغو دولة عندها حجم كبير من المطر طول السنة ومش معتمدة على النهر بشكل أساسي. المشروع ضخم وكبير. فكرة المشروع والهدف منه هو إنهم يقدروا يتحكموا في الموارد المائية للدول اللي ما عندهاش مية. مضمون الفكرة هو إنه يتم شق قناة توصل نهر الكونغو بواحد من روافد نهر النيل في السودان. وزي ما قلت لك إن المشروع ده والفكرة دي ظهرت قبل أيام السادات، لكن التنفيذ من المنتظر إنه يكون الفترة اللي جاية. القصة كمان هتتنفذ على 24 شهر بتكلفة 10 مليار دولار، ودي تكلفة محطات الرفع الأربعة بالإضافة لأعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المية. إيه الهدف من المشروع؟ الهدف هو الاستفادة من وفرة المية اللي في نهر الكونغو وحل مشكلة المية في البلد. المشروع ده قايم على مصالح مشتركة، يعني هات وخد، تبادل منافع. يعني البلاد اللي حواليا الكونغو هتقدم لمصر مية ومصر هتقدم للكونغو خبرات ومساعدات في مجال الطاقة الكهربائية. كمان هتساعدهم ان هم يصدروا الطاقة ويحققوا الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، لان هي هتكون من اكبر الدول اللي هتصدر طاقة للعالم، وده هيعود على الكونغو بعائد ضخم من توريدات وتصدير الكهرباء. غير كمان ان المشروع هيسهل النقل النهري بين البلاد اللي هتكون على الحوض الجديد. ما ننكرش ان المشروع هيفيد مصر بشكل كبير في حل مشكلة اثيوبيا بشكل جزئي، ويعتبر حل مؤقت لمشكلة قلة المية وشحها في السنين اللي جاية. هل من الممكن ان بقية الدول اللي على النهر نفسه ترفض القصة؟ مش ممكن لباقي الدول اللي على نهر الكونغو ان هي ترفض تنفيذ المشروع. ليه بقى يا ريس؟ لان مفيش نص واحد في القانون الدولي بيمنع اقامة المشروع ده الا في حالة لو الكونغو نفسها رفضت القصة، ومادام الكونغو موافقة يبقى المشروع هيتم. كمان القانون الدولي بيدي الحق للدول الفقيرة للمية إن هي تعلن عن فقرها وتعمل إعلان عالمي بقلة المية عندها، وفي الحالة دي مصر تقدر إن هي تعمل إعلان في القصة دي وتسحب من أي دولة غنية بالمية اللي هي محتاجاه. لكن الكلام ده في حالة لو الكونغو هي اللي رفضت المشروع، وده مش موجود. بالعكس الكونغو مرحبة جدا بالمشروع ومش أول مرة تعرضه على مصر. ايه مميزات مشروع نهر الكونغو؟ من المتوقع من المشروع انه يحقق 95 مليار متر مكعب من المية سنويا، ده كمان بشكل مبدئي، ويوفر مية للزراعة بحوالي 80 مليون فدان، وكمية المية دي هتزيد بالتدريج خلال 10 سنين،
وعشان نوصل لحلم ال 112 مليار متر مكعب، يعني نص الصحراء هتكون زراعات. كمان المشروع ده هيوفر لمصر والسودان 320 فدان هيكونوا صالحين للزراعة، غير انه هيوفر طاقة كهربائية بتكفي لأكتر من تلتين قارة أفريقيا، يعني حوالي 10 أضعاف من اللي كان بيوفرهم السد العالي. يعني مصر والسودان نهر الكونغو هيفيدهم في الزراعة والنهوض بيها وحل مشكلة أزمة المية، والكونغو هتستفيد من المشروع في إنها هتقدر تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية. مصالح مشتركة يا ريس. هل في مخاوف عن النيل من تنفيذ المشروع؟ في دراسات كتير اتعملت على الموضوع، وكان في تحذيرات من خلال دراسة قديمة حذرت مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، وأكدت إن النيل سوف يختفي للأبد حال تنفيذ هذا المشروع. وكان الكلام فيها على إن إزالة الجبل الفاصل بين حوض النهرين هيجرف النيل باتجاه المحيط الأطلنطي في ظاهرة تعرف بالأسر النهري. دي وجهة نظر وأكيد معمول حسابها ومدروس كلامها كويس. وعلى الناحية التانية الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة قال إن مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو مشروع قابل للتنفيذ ومش ضرب من الخيال، خصوصا إن نهر الكونغو ليس له دورة مياه طبيعية، ويتدفق حوالي 1284 مليار متر مكعب من المية للمحيط الأطلسي. ده بيجي بعد اتفاق رئيس الكونغو السابق واقتراح فكرة توصيل النهرين عشان نلاقي 100 مليار متر مكعب. واستدل نور الدين على ان مصر لما بنت السد العالي على النيل اثبتت انه مش هيكون له تأثير على الدول الاخرى، وان هي تمنع بيه هدر حوالي 22 مليار متر مكعب من المية في البحر المتوسط. نيجي لفكرة مشروع الربط. الفكرة بدأت مع قضية سد النهضة، واللي من ساعتها مصر بدأت ان هي تفكر في بدايل ممكن ان هي تلجأ ليها عشان تحل مشكلة المية. البدائل دي كانت في مشروع الربط نفسه ما بين النهرين وشق قناة في النيل الأبيض في جنوب السودان، وده عشان يتم عملية تنقية المية لمصر. المشروع التاني واللي فكرت فيه مصر برضه هو إنهم يكملوا مشروع جونكلي بجنوب السودان اللي مقام على نهر الجبل بالنيل الأبيض، لكن لأسباب متعلقة بظروف كل مشروع ما تمش الكلام ده من بدري. عايز أقول لك إن فكرة الأنهار المشتركة دي فكرة قديمة أصلا، لكنها بعيدة عن القارة الأفريقية. المشكلة هنا إن أزمة المية بقت تحدي سياسي، لأن الموضوع مش مقتصر على توزيع المية في القارة الأفريقية، وإن بعض الدول عندها وفرة في المية والبعض لا. المشكلة إنهم بيهيئوا المية لأنها تكون صراع بين الدول وتحدي بشكل ملحوظ وعنيف كمان. والتغيرات اللي حصلت في حوض النيل الفترة اللي فاتت بطيئة ومش بتساعد على إنهم يوصلوا لحل وسط في الفترة دي غير الفساد في المشاريع. كمان على الجانب التاني هتلاقي أسباب بتسيطر عليها المشاكل اللي بين الدول وفشلها في إدارة المية اللي بتعتبر من الحدود. المشكلة مش سهلة وملف المية كبير ولازم يتخذ فيه خطوات بشكل أسرع. وعلى الرغم من أن الدول بتبذل مجهود لحل مشكلة وأزمة سد النهضة، إلا أن المشكلة لسه بعيدة تماما عن الحل. على الجانب الآخر نهر الكونغو هيكون البديل الأسلم لحل المشكلة بشكل مؤقت في الفترة الحالية. ولو مشكلة المية وبالتحديد مشكلة سد النهضة ما اتحلتش في أسرع وقت، ده هيسبب خطر إضافي على استحواذ جزء من مياه نهر النيل عن طريق إقامة مشاريع بحكم الأمر الواقع، وهيحصل مشاكل ونزاعات كتيرة جدا على المية، وساعتها هيكون من الصعب حلها أو حتى يكون عندك رفاهية الاختيار بين المشاريع البديلة لحل المشكلة. مشكلة عايزة حلول سريعة، وده اللي هيبان الفترة اللي جاية. ولا إيه رأيك يا ريس؟ قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم على ألف خير.